قصة سيدنا يوسف عليه السلام تحتوي على عدة معجزات وأحداث غير عادية التي تظهر في القرآن الكريم. إليك بعض المعجزات الرئيسية التي ذكرت في قصة سيدنا يوسف. الرؤيا السابقة: يوسف عليه السلام كان قد رأى في رؤيا أن 11 كوكبا والشمس والقمر يسجدون له. هذه الرؤيا تنبأت بمكانته الرفيعة في المستقبل. إلقاء في البئر: تعتبر هذه الحادثة من المعجزات، حيث ألقي يوسف في البئر من قبل إخوته، ولكن الله حفظه وسلمه من الضرر. نجاح في الرعاية والتجارة: بعد أن تم بيع يوسف كعبد إلى التجار المصريين، نجح في أداء وظيفته بشكل متميز واستمتع بثقة الرئيس ونجاح في التجارة. الاعتذار الكاذب: عندما اتهمت زوجة العزيز يوسف بمحاولة الاغتصاب، استخدم يوسف معجزة في ثوبه كدليل على براءته. تأويل الأحلام: يتميز يوسف بقدرته على تأويل الأحلام، وقد تنبأ بأحلام رفيعة المستوى للملك، والذي أدى ذلك إلى ترقيته ليصبح وزيرا في مصر. لقاء الأخوة والكشف عن هويته: عندما جاء إخوة يوسف إلى مصر في فترة الجدب، تم الكشف عن هويته وتم التصالح بينه وبين إخوته. تظهر هذه المعجزات في قصة سيدنا يوسف لتظهر قوة الله وحفاظه على عباده المؤمنين في جميع الظروف. تحمل قصة سيدنا يوسف عليه السلام العديد من العبر والدروس التي يمكن أن يستفيد منها المسلمون والناس بشكل عام. إليك بعض العبر المهمة من قصة سيدنا يوسف. الصبر والثقة في الله: يظهر يوسف عليه السلام صبرا كبيرا في مواجهة التحديات والابتلاءات. يعلمنا ذلك أهمية الصبر والثقة في الله في جميع الظروف. العفو والرحمة: عندما قابل يوسف إخوته بعد سنوات الفراق والابتلاء، عفى عنهم وأظهر رحمة كبيرة. هذا يعلمنا قيمة العفو والرحمة في التعامل مع الآخرين. الحذر من الغيرة والحسد: تظهر في القصة حادثة غيرة إخوة يوسف وحسدهم له. هذا يعلمنا خطورة الغيرة والحسد وضرورة تجنبهما. تحقيق النجاح من خلال الاجتهاد والإيمان: يظهر يوسف الاجتهاد والإيمان في أداء واجبته والالتزام بالقيم الدينية، وكانت هذه هي المفاتيح التي أدت إلى نجاحه في مصر وترقيته ليكون وزيرا. العدالة في التعامل: عندما اتهم يوسف بجريمة لم يرتكبها، استخدم الله العدالة لتبرئته من التهمة. هذا يعلمنا أهمية العدالة في المجتمع وضرورة التحقق من الحقائق قبل الاتهام. التوكل على الله في الشدائد: يظهر يوسف التوكل على الله في جميع المواقف، سواء كانت جيدة أم سيئة. يعلمنا ذلك أن التوكل على الله هو مصدر القوة في الصعاب. قصة سيدنا يوسف تعتبر مصدر إلهام وتعليم للمسلمين، حيث تقدم دروسا قيمة في مجالات الإيمان والأخلاق والصبر والتوكل على الله. لا يذكر في القرآن الكريم أو في الأحاديث النبوية وجود حروب فعلية تتعلق بسيدنا يوسف عليه السلام. قصة يوسف تتناول أحداثا معينة من حياته، مثل إلقائه في البئر وبيعه كعبد في مصر وترقيته ليكون وزيرا في البلاد. وتركز القصة أساسا على الابتلاءات الشخصية والاختبارات التي واجهها يوسف وكيف تعامل معها. تظهر القصة الحكمة والصبر في مواجهة الصعوبات، وتبرز قوة الإيمان والثقة في الله. يتناول القرآن الكريم قصة يوسف في سورة يوسف، السورة رقم 12، وتعد هذه السورة واحدة من القصص البارزة في القرآن التي تحمل عبرا ودروسا هامة في الحياة الدينية والأخلاق. في إطار القصة يظهر تعامل يوسف مع تحدياته بحكمة وصبر، ويعكس قيما إسلامية هامة، ولكنها لا تتضمن حروبا فعلية ضد أعداء أو معارك عسكرية. خلاصة رحلة سيدنا يوسف عليه السلام تتناول العديد من الجوانب والدروس الهامة. إليك خلاصة لبعض النقاط الرئيسية في رحلة سيدنا يوسف. الصبر والثقة في الله: يظهر يوسف عليه السلام صبرا كبيرا في مواجهة التحديات والاختبارات، وكان يثق دائما في مشيئة الله. العفو والرحمة: بعد أن ألم به الظلم والخيانة من قبل إخوته، أظهر يوسف رحمة وعفوا عندما كان لديه الفرصة للانتقام. الاجتهاد والإيمان في العمل: تجلى الاجتهاد والإيمان في تصرفات يوسف أثناء عمله في مصر، حيث كان مخلصا في أداء واجباته وملتزما بالقيم الدينية. الحكمة في التعامل: ظهرت حكمة يوسف في التعامل مع الأحداث والناس، سواء كان ذلك أثناء تأويل الأحلام أو إدارة الأزمات. التوكل على الله: يعلمنا يوسف أهمية التوكل على الله في جميع الظروف، سواء كانت إيجابية أو سلبية. التسامح والمصالحة: كان لحظة التسامح والمصالحة مع إخوته لحظة مؤثرة، حيث أعاد يوسف بناء علاقته معهم بروح المحبة والمصالحة. تعتبر قصة سيدنا يوسف من أكثر القصص القرآنية إثراء بالعديد من الدروس والقيم
التي يمكن للناس أن يستفيدوا منها في حياتهم اليومية. يعتبر التقليد الإسلامي وفقا لتفسيرات القرآن الكريم أن سيدنا يوسف عليه السلام عاش في العصور الوسطى، لكنه لم يتم تحديد توقيت دقيق لحياة يوسف في الأحداث التاريخية القديمة. تكمن صعوبة تحديد الزمن بدقة في عدم وجود معلومات تاريخية محددة في القرآن الكريم حول التوقيت الدقيق لحياة سيدنا يوسف. إذا كنت نظرت إلى المصادر التقليدية فإنه يعتقد أن يوسف عليه السلام عاش في منطقة بلاد الشام، منطقة الشرق الأوسط الحالية، وربما في مصر. يمكن أن يكون زمن حياة يوسف تقريبا في الفترة من العصور الوسطى إلى العصور المتأخرة، ولكن التحديد الزمني غير محدد بدقة من خلال المصادر القرآنية. بشكل عام، تعتبر قصة سيدنا يوسف قصة دينية وأدبية تحمل قيما دينية وأخلاقية، ولا تقدم توقيتا دقيقا للأحداث التي تتناولها. القرآن الكريم لا يذكر تحديدا لتاريخ وفاة سيدنا يوسف عليه السلام. تناول القرآن قصة يوسف بشكل عام دون الإشارة إلى وفاته. يفترض أن يكون وفاته جزءا من الدورة الطبيعية لحياة الأنبياء، ولكن القرآن لم يحدد بدقة توقيت هذا الحدث. التقاليد الإسلامية والتفاسير تشير إلى أن يوسف عليه السلام عاش حياة طويلة في مصر بعد أحداث القصة التي وردت في القرآن. يفترض أنه توفي ودفن في مصر، ومثل غيره من الأنبياء في الإسلام يعتقد أن موته كان محمودا وأنه دخل في رحمة الله. القرآن الكريم يعرف يوسف بأنه ابن النبي يعقوب عليهما السلام وأخو يهوذا. تروي قصة يوسف في السورة 12 من القرآن الكريم، وتعتبر إحدى القصص المشهورة في الإسلام. تدور القصة حول حياة يوسف ومحنة التي واجهها، بدءا من حادثة إخوته الذين ألقوا به في البئر، ومن ثم تجارة الرقيق التي تم بيعه فيها إلى مصر، ومحاولات الاغتيال التي تعرض لها وصولا إلى ترقيته ليكون وزيرا في مصر. تظهر القصة بشكل وافر في القرآن الكريم لتوجيه العديد من الدروس والعبر، مثل الصبر في مواجهة الابتلاءات، والثقة في الله، والعفو والرحمة. عائلة سيدنا يوسف تظهر أيضا في القرآن الكريم، وتعرف بأنها عائلة النبي يعقوب عليه السلام. إليك قائمة بأفراد عائلة سيدنا يوسف. يعقوب عليه السلام هو والد سيدنا يوسف، وأيضا نبي من أنبياء الله. ليئة هي أم يوسف وإحدى نساء يعقوب. بنو يعقوب هم إخوة يوسف، وهم 10 أخوة آخرين. أشهرهم هو يهوذا الذي اقترح ببيع يوسف كعبد للتجار. يوسف عليه السلام هو الشخص الذي تدور حوله القصة، وهو ابن يعقوب وليئة. تتناول قصة سيدنا يوسف في القرآن الكريم علاقته مع عائلته وتحدياته التي واجهها، بدءا من حسد إخوته له. إليك خلاصة لقصة سيدنا يوسف. نشأة يوسف: كان يوسف ابن النبي يعقوب عليهما السلام، وكان 11 أخا. كان يوسف محبوبا من قبل والده، مما أثار غيرة إخوته الذين خططوا للتخلص منه. البيع في الرق: تم بيع يوسف كعبد في مصر من قبل إخوته الذين قاموا بتزييف موته عندما ألقوه في البئر. وجد نفسه في منزل رئيس مصر وواجه تحديات كثيرة. التجربة في السجن: بعد اتهام زوجة رئيس مصر ليوسف بالزنا أرسل إلى السجن. هناك أظهر قدرته على تفسير الأحلام. الحكم والجدب: بفضل قدرته على تفسير الرؤى أصبح يوسف حاكما في مصر. قاد جهودا للتخطيط لمواجهة 7 سنوات من الجدب والجوع، ونجح في إنقاذ الشعب والمنطقة المجاورة. لقاء عائلته: بعد سنوات من الفراق جاءت عائلة يوسف إلى مصر لشراء الطعام، وتم الكشف عن هويته. كان لقاؤهم عند هذه المرحلة نقطة تحول هامة في القصة. التسامح والرحمة بدلا من الانتقام. أظهر يوسف تسامحا ورحمة تجاه إخوته الذين خانوه في الماضي. تتناول قصة سيدنا يوسف العديد من القيم والدروس، مثل الصبر والتسامح والتوكل على الله في وجه التحديات. نهاية قصة سيدنا يوسف وفقا للتراث الإسلامي تكون ملخصة في تقديم يوسف لعائلته في مصر بعد سنوات من الفراق. بعد أن أظهر لإخوته هويته وبعد التسامح والمصالحة، جمع يوسف عائلته وأخذهم إلى مصر. تعبيرا عن تواضعه ورغبته في الرفاهية ورؤية والديه، وقع والديه ساجدين للأرض. هذا التصرف كان تحقيقا لرؤيته السابقة التي رآها في الطفولة، حيث رأى أن والديه وإخوته سيسجدون له. في القرآن الكريم يقول يوسف لأهله: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. سورة يوسف 93. ثم أتوا بهم إلى مصر، حيث أعطاهم يوسف منازل للإقامة وضمانا لراحتهم.
استمرت عائلة يعقوب في العيش في مصر، وتناقل التاريخ والتراث الإسلامي أن يوسف عاش فترة طويلة في مصر وتوفي هناك. تعتبر نهاية قصة سيدنا يوسف عبارة عن مصالحة عائلية وتحقيق لرؤيته السابقة، وهي تبرز قيم التواضع والتسامح والصبر في